كان ياسين شابا عاديا يعمل ميكانيكيا في ورشة صغيرة وسط المدينة. عاش حياته ببساطة، يعمل في النهار ويقضي الليل في العناية بوالدته المريضة. لم يعرف يوما معنى الخطر أو المواجهة، ولم يكن يتقن غير تصليح المحركات، لكنه كان يتمتع بذكاء حاد، سرعة بديهة، وقلب لا يعرف الخوف. كل شيء تغير في لحظة حين دخل عليه في الورشة رجل غريب يطلب إصلاح دراجة نارية غريبة التصميم مجهزة بتقنيات غير مألوفة. لم تمر ساعة على مغادرة الرجل حتى سمع ياسين انفجارا عنيفا يهز السوق المجاور. تبعه فوضى عارمة، وفي لحظة عشوائية وجد ياسين نفسه متهما بالتورط في الانفجار. الشرطة تطارده، المخابرات تتعقبه، والإعلام يصفه بالإرهابي الهارب. لم يكن يعرف ماذا يجري، لكنه كان يعلم أنه لم يفعل شيئا. هرب ياسين إلى أطراف المدينة، وهناك التقى بسلمى، صحفية شابة كانت تحقق في سلسلة تفجيرات غامضة استهدفت البنية التحتية للمدينة. بمساعدة فيديوهات المراقبة التي حصلت عليها سلمى، اكتشف ياسين أن الرجل الذي دخل ورشته كان عضوا في جماعة تخريبية تسعى لزرع الفوضى في البلاد. استخدم ياسين كغطاء، وتم تلويث اسمه عمدا لإشغال الجهات الأمنية عن المجرمين الحقيقيين. بدأت رحلة ياسين لكشف الحقيقة وتبرئة اسمه، لكن الأمر لم يكن سهلا. واجه مطاردات شرسة، وقاتل رجالا مدربين بأسلحة متطورة، وتعرض للخيانة من أشخاص ظنهم أصدقاء. في كل مرة يقترب فيها من الحقيقة يتعرض لضربة جديدة تعيده إلى نقطة الصفر، لكنه لم يتراجع، لا من أجل نفسه فقط، بل من أجل المدينة التي أحبها والأرواح التي أزهقت ظلما. تمكن ياسين أخيرا من التسلل إلى مصنع مهجور في منطقة صناعية خارج المدينة، حيث كان التخطيط للتفجير الأكبر سد المياه المركزي. خاض معركة عنيفة داخل المصنع مستخدما أدواته البسيطة كميكانيكي. قاد دراجات نارية بسرعة مجنونة، استخدم ذكاءه في تعطيل المتفجرات، وواجه قائد الجماعة في مواجهة جسدية شرسة انتهت بانفجار محدود أدى إلى مقتل العدو الرئيسي، لكن دون أن يصيب السد. في النهاية، وبعد أن سلم الأدلة للصحفية سلمى، ظهرت الحقيقة للناس. عاد اسمه نظيفا، وتحول إلى بطل شعبي لا يحمل سلاحا ولا شارة، بل مفتاح صواميل وجرأة رجل لم يرضى أن يستغل أو يكسر. عاد إلى ورشته، ولكن هذه المرة كان هناك من ينتظر منه أكثر من مجرد تصليح محرك. كان هناك وطن بحاجة إلى شجاعة من نوع جديد.